أهلا بيكم في قناتنا دويتشه ميت فيا. النهاردة هنتكلم عن زمن المستقبل في اللغة الألمانية. لما نكون عايزين نعمل جملة بزمن المستقبل فهنا في فعل لازم نستخدمه مع الجملة وهو الفعل werden بمعنى سوف. زي في العربي كده أنا سوف أذهب، هو سوف ينام. ولما الفعل ده بيجي في الجملة يجعل الفعل التاني بآخر الجملة ويحوله في صيغة المصدر. تعالوا نشوف. توضيح بسيط: أنا سوف أذهب إلى برلين، ده فعل الذهاب يصبح في آخر المصدر أنا سوف إلى برلين أذهب. Ich werde nach Berlin gehen. تصريف Verben werden: ich würde, du wirst, er و sie و es wird, wir werden, ihr werdet و sie و sie werden. أول Beispiel: أنا أشرب قهوة، دي جملة بالحاضر هي ich trinke einen Kaffee. نقولها في الماضي: Ich habe einen Kaffee getrunken. في المستقبل بقى أنا سوف أشرب القهوة. تعالوا نفسر الجملة. أول حاجة ich würde، أنا سوف، وبعد كده نحط الفعل في آخر الجملة بصيغة المصدر. الجملة هتكون ich würde trinken في الآخر عشان الفعل بيبقى في المصدر. وبعد كده نكمل الجملة بقى ich würde einen Kaffee trinken. البايشبيل التاني: هو سوف يذهب إلى برلين. الضمير هو إيه، بنصرف الضمير ده مع الفعل werden هيبقى إيه würde، هو سوف. نكمل بقى الجملة إيه würde nach Berlin. الفعل في آخر الجملة في المصدر إيه würde nach Berlin fahren. والبايشبيل الثالث: الجو سوف يكون جميل غدا. Das Wetter wird، الجو سوف. ليه حاطين التصريف werden في التصريف wird؟ لأن does والdoes بتعبر عن الاس، وبتصريف الفعل مع اس بيبقى wird. ونفس الشيء إذا كان الارتكل دي أو der. الجملة هتكون Das Wetter wird morgen sehr schön. الوقت نحط بقى الفعل في المصدر في نهاية الجملة بدون تصريف. Das Wetter wird morgen sehr schön sein. sein مع الفعل werden يأتي دايما بالفعل بالمصدر. كده خلصنا زمن المستقبل. سهل مش كده؟ نشوفكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناتنا دويتشه ميت فيا. ولو عندك أي استفسار أو أي سؤال اكتب لي في الكومنت وأنا هرد عليك. auf Wiedersehen.